يا مساء الفل على حبايب قلبي. وحشتونا كتير من الحلقة اللي فاتت. النهاردة بقى أنا جايبالكوا حكاية متأكدة جدا إنها تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الحكاية ونشوف هتقول إيه، ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل أي حكاية جديدة. ولو حابين قصص كتيرة بصوتي، ادخلوا على قنواتي قصص منسية وحكايات مايا، هتلاقوا حكايات كتير هتعجبكم. ويلا بينا نشوف حكاية النهاردة بتحكي عن ايه. يا ماما، يا ماما، أنا زهقت. كل يوم بتكلميني في الموضوع ده. إيه، ما بتزهقيش؟ ده يعني علشان أنا عاوزة مصلحتك؟ يا بنتي، يا بنتي، انت اللي قدك متجوزين وعندهم عيال وبيتطلقوا. هو بيتطلقوا يا ماما عشان ما اختاروش صح. أنا بقى أعمل إيه؟ مش مرتاحة لأي حد بيجيلي، هو بسمع كلامك وبسكت وبقابل. بس كفاية بقى يا ماما، كفاية. أنا تعبت. راعي إن أنا بنتك، حرام كده والله. يعني أعملك إيه؟ قطر الجواز هيفوتك. انت لو تقدملك السنة دي محدش هيبصلك السنة اللي جاية. يعني أنا تعباكي؟ أمشي من البيت هترتاحي؟ أو أوافق على أي حد وأتجوزه وأنا مجبورة، وأجيلك بعد سنة ولا شهرين وأنا متطلقة؟ هتقبلي بكده؟ سكتت لأني فعلا عندي حق. وبعدين لقيتها تراجعت وقالت لي خلاص اللي تشوفيه. والباب خبط. كانت خالته اللي بحبها. خالته دي هي ماما التانية، وفهماني ودايما واقفة معايا في قراراتي. بتدعمني بشكل جميل جدا. جميل جدا إنك تلاقي حد في حياتك ظهرك وبيدعمك وبيحبك وبيوجهك وبيعرفك الصح من الغلط. قربت منها وحضنتها. تعالي، تعالي احضرينا يا خالته. ايه يا عيون خالته، ماما عاوزة تجوزني أي حد كده. ينفع؟ مش لازم يكون في توافق بينا؟ مش لازم يكون فاهمني وفاهماه؟ لا طبعا، ملهاش حق. لازم تتجوزي اللي فاهمك واللي يحبك ويقدرك. انتي كمان واقفة معاها؟ يعني عاجبك صحابها كلهم يتجوزوا؟ ما يتجوزوا. ما يتجوزوا. نوري حبيبتي لسه صغيرة، ملكيش دعوة. بكرة يجيلها اللي يقدرها ويعرف قيمتها. حبيبتي والله حبيبتي. بصي، عشان الكلمتين الحلوين دول انا هعمل لي كوبايه شاي من ايدي، ايه انما عجب. حبيبتي. دخلت عملت الشاي وخرجت لقيتهم بيتكلموا على مازن ابن خالته. قد ايه هو لاعبي وطايش ومش قد المسؤوليه وبتاع بنات، وبيشتغل وبيصرف فلوسه في التفاهات. بكره تيجي البنت اللي تعقله. هو برضه لسه صغير. صغير ايه؟ ده عنده 25 سنه. ده اللي قده متجوزين وفاتحين بيوت. أنا مش عارفة هو إيه بس اللي حصل له. ما كانش كده من سنتين بالظبط. كان ملتزم وبيصلي الوقت بوقته وكان عارف ربنا. دلوقتي مش بيركعها. أنا تعبت. أنا بقالي كتير جدا ما قابلتش مازن. ده أنا آخر مرة كانت من سنتين. أنا كنت لسه في الكلية وهو كان لسه متخرج. وأنا دايما كنت بحب أحكي لخالته كل حاجة. سبت ماما وخالته شوية ورجعت بذكرياتي. قد إيه أنا حبيته. أيوة، كنت بحب واحد معايا في الكلية وكنت فرحانة قوي بالشعور ده. تحسوه شعور كده مراهقة. حبيت حد من هيئته، شكله كده. كنت حاسة وقتها اني طايرة. أول مرة أحب، أول مرة حد يشغل تفكيري. وبعدها اكتشفت انه مش بيحبني وبيحب واحدة تانية خالص. ياه، وقتها اتوجعت حقيقي وجريت على خالته وعيطت. وقالت لي لو كان خيرا لبقى. فضلت بعدها حزينة شوية، وبعدها خلاص بدأت أشيله من دماغي والتفت لدراستي وخلصت الكلية وقعدت. اللي شاغلني ليه مازن اتغير كده. هو فعلا كان ملتزم جدا لأقصى درجة، متدين، وكنت بحترمه جدا. لقيت ماما بتنادي عليا: يا نور، حضري الغدا عشان خالتك تتغدى معانا. حاضر يا ماما. دخلت حضرت الغدا وكل حاجة وخرجت رصيته على السفرة وكلنا وخلاص خلصنا. وبعدين قلت لهم اني هنزل اقعد على البحر شوية واتمشى. بجد انا بحب التمشية وقت الغروب والبحر. البحر بيبقى منظره جميل قوي. قعدت في مكان وبدأت اخد نفس عميق. ايوه يا جماعة، انا متضايقة ان انا لوحدي، بس انا واخدة عهد اني مش هرمي قلبي لحد تاني. وبعدها جالي اتصال من ماما ان خالته تعبانة شوية. رحت
رحنا بيها المستشفى، وماما اتصلت بمازن وجه جري هو كمان. بصلي نظرة ما كنتش فاهماها أبدا. ماما مالها يا خالته؟ تعبانة شوية يا ابني، الظاهر المرارة نقحت عليها. طيب الدكتور قال ايه؟ هيفحصها، لو ملتهبة قوي هيشيلها وإن شاء الله خير. أنا رحت قعدت في ركن لوحدي عاوزة أعيط، خالته تعبانة قوي. فضلت قاعدة لوحدي شوية، وبعدين لقيت الدكتور خرج، جريت عليه وأنا بعيط. خالته كويسة يا دكتور؟ كويسة، بس عاوزين نعمل لها العملية لأنها بتكابر وده غلط عليها. طيب أعملها لها، أنا ما عنديش استعداد أبدا إني أخسرها. عاوزة أقوله يعني أنت كنت بر بيها قوي، مالك خايف عليها قوي كده ليه؟ طيب يا دكتور، تقدر تعملها إمتى؟ من الأفضل خلال الأسبوع ده ضروري، علشان المرارة ممكن تنفجر في أي وقت. خلاص يا دكتور، اعملها لها وشوف الوقت المناسب. تمام، بعد إذنكم. مشي الدكتور وأنا دخلت لخالته. مش متخيلة أبدا إنها تعبانة، أنا بحبها قوي. مش متخيلة أبدا إنها ممكن تسيبني في يوم. خالته، أنت كويسة؟ طبعا يا بنت كويسة، ما تعيطيش عشان ما زعلش، أنا باخدكوا بس عشان أعرف غلاوتي. ما تضحكيش علينا يا خالته، أنت باين عليك التعب. طيب ممكن ما تزعليش وما تعيطيش؟ في الوقت ده دخل مازن وماما، جري عليها. كده يا ماما؟ كده تخديني أهون عليكي؟ ما أنا هين عليك وأنت سايبني دايما وبتخرج. لا والله غصب عني يا ماما، أوعدك مش هخرج تاني، هفضل معاكي. بس انتي قومي واعملي العملية عشان أنا مش متخيل الدنيا من غيرك. بصيت له كده نظرة أول مرة أبصها له. معقول ده مازن اللي خالته بتشتكي منه؟ ده دلوقتي عرفت إن في حاجة فعلا هي اللي غيرته وخلته كده. ما بقتش عارفة أعمل إيه وإيه السبب ورا نظرته دي ليا. هو أنا وحشة ولا في حاجة غلط؟ وجه يوم العملية وكلنا كنا على أعصابنا جدا، وهو كان زعلان باين على ملامح وشه. أنا طبعا عذراه. وبعد فترة كنت عند خالته بعد ما عملت العملية، كنت بجيلها دايما علشان أطمن عليها. خالته القمر عاملة إيه النهاردة؟ الحمد لله أنا كويسة بوجودكم حواليا. كان مازن جوه، كل ما أجي كان بيدخل الأوضة ويقفل على نفسه لحد ما أمشي. فضول عندي، أنا عاوزة أعرف هو ليه بيتعامل معايا كده. كنت سرحانة. نور. نعم يا خالته، عاوزة حاجة؟ مالك في إيه اللي واخد عقلك كده؟ خالته دايما فهماني وصاحبتي وأنا بحبها. مفيش حاجة يا خالته، أنا هقوم أحضرلك أكل. ماشي، بس اعملي حسابك هعرف. دخلت المطبخ لقيته واقف وبيعمل أكل. قربت منه، سيب الأكل وأنا هعمل. لقيته بصلي نفس البصة اللي بيبصها لي كل مرة، اللي هو أنا حاسة إني بدأت أكره نفسي. هو في إيه؟ حد مسلطه عليا ده ولا إيه؟ لا شكرا، أنا هعمل الأكل، خليكي انتي مع ماما. طيب تحب أساعدك في حاجة؟ لا شكرا، واتفضلي. خرجت وأنا حاسة بإحراج شديد قوي، ما هو أنا لازم أفهم فيه إيه. كنت معدية من قدام الأوضة بتاعته، كانت مفتوحة. فضولي خدني ليها. دخلت. مازن طول عمره بيحب الشعر والرسم والحاجات دي والصور وكده. لقيت الأوضة بتاعته كلها صور وكلام وحاجات كتير. مش معقول واحد زي ده يكون بتاع بنات وصايع، مش معقول واحد زي ده وبالفن ده يكون بتاع بنات وصايع. فضلت أتأمل في الأوضة وجذبني صندوق صغير جنب الدولاب. رحت ناحيته ولقيت فوقه لوحة كده، بس ما كنتش شايفة اللي فيها. مسكتها أشيلها عشان أجيب الصندوق. كانت الصدمة إني لقيتني قدامي. أيوة، مازن رسمني أنا اللي في الصورة، ده أحلى مني كمان. لقيت صوت ورايا، انت ايه اللي جابك هنا؟ وقرب مني وشد اللوحة مني. انت ازاي تدخلي هنا من غير إذني؟ أنا لسه على صدمتي. مازن ليه رسمني أصلا؟ هو أنت ليه رسمني؟ هي دي أنا صح؟ ملكيش دعوة اتفضلي اطلعي برا. رديت عليه بنفس العصبية. انت ليه بتتعامل معايا كده؟ ليه بتبصلي البصات الغريبة دي؟ ليه بتكرهني؟ أنا عملت لك ايه؟ ممكن تتفضلي برا؟ أنا مش عايز أشوف وشك، انت ما عملتيش حاجة، بس اتفضلي. طيب أنا عملت ايه لكل ده؟ وانت رسمني ليه؟ لقيته بكل عصبية كسر اللوحة. ليه؟ كسرتها ليه؟ وعيطت.
علشان بتفكرني بأيام مش عاوز أفتكرها، أيام لما بفتكرها بحس إني خسرت كتير قوي وبحس بتعب. ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ المشكلة إنك ما عملتيش، وأنا اللي عملت في نفسي. حبيت حد ما يستاهلش، حبيت حد مش شايفني، حد عايش لنفسه وبس. عارفة أنا بقيت بكرهك قد ما حبيتك. أنا كنت بعمل كل حاجة حلوة علشانك، كنت عاوز أبقى الشخص المثالي ليكي، كنت عاوز أعمل حاجات كتير قوي، لكن انتي ما اديتنيش فرصة ورحتي حبيتي غيري وما بصيتليش ليا أصلا، مع إني كنت بحاول دايما أقرب منك وانتي ولا انتي هنا. وعرفت وقتها إن مهما عملت وحبيت من قلبك مش هتلاقي غير الكسرة والوجع وكل حاجة وحشة. أنا عارف الأسئلة اللي بتدور في دماغك، هو ليه مازن اتغير؟ هو ليه بقى كده؟ أحب أقولك إنك انتي السبب في كل اللي حصل لي، وللأسف كل مرة بحاول أنساكي ألقى نفسي مش عارف، علشان انتي سكنتي في قلبي ومش عارف أطلعك. بعمل كل حاجة وحشة عشان أنساكي، بس برضو دايما في بالي انتي عاملة فيا ايه؟ أنا بحبك كده ليه؟ انتي في بالي ليه؟ ردي. أنا كنت واقفة مصدومة، معقول مازن بيحبني الحب ده كله؟ وأنا اللي كنت عامية؟ أنا اللي ما قدرتش الحب ده؟ أنا اللي ما حاولتش أشوف الحب ده في عينه؟ فقت من شرودي على صوت خالته وهي عمالة بتنادي عليا. رحت لها، في ايه يا خالته؟ انا اللي في ايه ولا انتوا؟ صوتكوا عالي كده ليه؟ بتزعقوا ليه؟ عشان علشان علشان مازن قالك انه بيحبك، صح؟ انتي عارفة؟ طبعا عارفة ومن زمان، بس ما كنتش عاوزة اقولك ان لما هو يتشجع ويقول، والحمد لله انه قالها. بعد ايه بقى يا خالته؟ هو خلاص كرهني اصلا. لقيته داخل وبكل عصبية، مين قالك اني بكرهك ها؟ ولا انتي بتقولي كلام من دماغك وخلاص؟ انت لسه قايل لي جوه كده، وانت اللي غلطان على فكرة مش انا مش هشم على ظهر ايدي واعرف انت بتحبني ولا لا، ولو كنت قلتلي من زمان كان ممكن كل ده ما يحصلش. ازاي يعني انا كنت بحبك، ولما ما لقيتش منك اي رد فعل ولا اي تلميحات ولا اي حاجة حاولت اشيلك من دماغي بحد تاني، وللأسف معرفتش، لان قلبي كان معاك انت، وانت للأسف ما كانش عندك دم، هو ما زلت سبحان الله. احترمي نفسك. المهم يعني انت كمان بتحبيني؟ خالته ابنك ده أهبل صح؟ بيقولوا يا بنتي. ثواني بس، يعني انت يا نور بتحبيني؟ حطيت راسي في الأرض. أنا كنت برفض العرسان ده على أمل إنك تكون بتبادلني نفس الشعور، بس للأسف انت اتغيرت. أوعدك هرجع تاني، بس انت تكملي معايا. ولا انت اهبل؟ طبعا معاك يابا، سرسجية قوي. ايه ده؟ انت بقيت بتضحك اهو. لا ما خلاص بقى، قلبي رجع ينبض تاني. انا بعشقك حتى الهلاك. ولحد هنا انتهت قصتنا. اتمنى القصة تكون عجبتكم. بشكر طبعا الكاتبة يارا عبد السلام. اشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، ياريت تتأكدوا انكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلوكوا اشعار اول ما انزل الجديد، واستنونا في قصة جديدة ان شاء الله.